رد النبي من فوائد الصلاة على النبي من صلى علي مرة يعني رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. مش ده حديث؟ تعرف هذا لو انت ولي تسمع رد النبي. الشيخ الخطيب يقول لك فإذا وصلت دار مصطفى دار الحبيب ودار أنشك فقل السلام عليك يا خير الورى يا من أضاء الحركات ضياء يردد عليك بنفسه ولربما سمعت لبيد خطابه أذناه. يبقى لو انت من الذين يسمعون ولا الذين لا يسمعون، لو انت ولي بتحب النبي لو رحت العمره الجدع فيك يسمع رد النبي. لكن احنا بنتكلم السلام عليكم نفكر نتغدى ايه؟ ما ينفعش. حب يعني اخلاص اتباع. من فوائد الصلاه على النبي عاوزين تروحوا متقدم روحوا. انا اغني كده للسجاجين مش عاوز حد يقعد، اللي عاوز يروح اللي زهقان مني يروح. من فوائد الصلاه على النبي لقد قال رسول الله لقد وكل الله بي ملكا على باب القبر يعرف اسماء الخلائق. مفيش واحد يصلي عليا عبد العزيز بن عبد السلام سلام بيسلم عليه. اي شرف هذا؟ ده لو المحافظ عرف اسمك ولا تبقى انت وزيد زمان. فكيف بمن عرف النبي اسمك واسم امك واسمك؟ اللي يصلي على النبي ياخد 20 درجه. اللي عاوز يبيع الجوافه ويبيع العنب ويروح بسرعه يصلي على النبي بتزود الرزق. الصلاه على النبي تزود الرزق. الصلاه على النبي تنفي عنك البخل. الصلاه على النبي تشيل الهم والهم. الصلاه على النبي تغفر الذنوب. مش عاوز اجيب تاني بقى، لو قلت كل التاني هاخد المغرب. اذا يكفى همه مصر عليه، يكفى همه ويغفر ذنبه. لما قال له خلي صلاه على النبي ليه ومر عليك الرسول قال له اذا كان واحد اصلي عليك ربع وقتي الاثنين اتقالوا لو خد كل وقت تصلي على النبي اذا يغفر ذنبه ويكفى ايه؟ همه. الصلاة على النبي مش عاوز اتكلم بقى مرة واحدة يمحى 10 سيئات وتكتب 10 حسنات وترفع 10 درجات. الصلاة على النبي تلاقيه